أهلا وسهلا بيكم. كيف يدير عقلك الكون؟ ناس كتير جدا مفكرة إن الكون اللي بره هو اللي بيدير حياتها الداخلية، ولكن العكس. عقلك، طريقة تفكيرك، شعورك وطاقتك الداخلية هي اللي بتدير الكون بتاع حضرتك. هي اللي بتحدد الاتجاه بتاعك. هي اللي بتحددك من التمكين أو من شعور النقص والاحتياج. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هدي مثال. حد مثلا يشعر داخليا إن هو يستحق أحسن جوازة، ويستحق يعيش عيشة مرفهة جدا، ويستحق يعيش في مستوى معين. هو طول الوقت شاعر هذا الاستحقاق، وطول الوقت بيبث هذا البث طول الوقت. يعني التردد بتاعه الداخلي والطاقة الداخلية بتاعته وأفكاره الداخلية ومشاعره الداخلية هتجذب له نفس المشاعر ونفس الأحداث ونفس الظروف اللي هو بيبثها طول الوقت. مع ان ممكن الشخص ده ظروفه الماديه صعبه والاجتماعيه صعبه واهله ناس على قدهم وظروفهم بسيطه جدا، لكن هو يشعر داخليا باستحقاق عالي وان هو يستحق جوازه كويسه جدا. ايه اللي هيحصل هنا؟ هتبصوا تلاقوا نفس الشخص ده بيجذب واحد تقولوا واو، هو ازاي فلان ده ابن فلان الفلاني اللي عايش في المكان الفلاني يتجوز فلانه البسيطه جدا اللي اهلها ناس بسيطه جدا؟ ايه ده؟ ما ينفعش، مش راكبين مع بعض. دي الصورة الذهنية بتاعت حضرتك ان هما مش راكبين مع بعض. لكن البنت دي داخليا كانت تشعر بالتمكين والاستحقاق، وكانت بتعلي دايما سقف توقعاتها في نفسها وفي ان هي تستحق تعيش العيشة دي. والتردد بتاعها والمؤشرات الداخلية بتاعتها وشعورها بالتمكين والاستحقاق خلاها تجذب هذا الرجل ليها. فالجذب ما كانش مجرد مستوى اجتماعي مناسب لبعضه، او ان العيلة دي مناسبة للعيلة دي. الجذب هي كانت طاقتها عالية، ترددها عالي، البس اللي طول الوقت تقول انا استحق الافضل، انا استحق زوج كويس، انا استحق حياة افضل من كده، انا استحق انا استحق. فجذبت هذا الزوج اللي هو مستوى عالي، منصب كويس، حاجة كويسة جدا، كله يقول ازاي ده ياخد دي. فالجذب مش على مستوى انت ابن مين هتتجوز مين. وكتير بنشوف جوازات كده، انا فلان بياخد بنت فلانه، داخليا خربانين مع بعض، هم متجوزين عشان المصالح لكن هم داخليا كل واحد عايش حياته بطريقته. فاللي انا اقصد اقوله، كيف يفكر عقلك في الكون مش كيف يفكر الكون فيك. يعني اي حاجه انت عايزها من بره اعمل لها التردد المناسب ليها، واعمل لها الاستحقاق المناسب والتمكين المناسب، وروح لها بشعور اكتفاء وفيض هتجذبها ليك. لكن لو انت عندك شعور عدم الاستحقاق وعدم التمكين وشعور نقص واحتياج، هتجذب لنفسك اشخاص بنفس التردد جايين. هو كمان مضطرب فعايز حد مضطرب زيك، فايه حصل كونتاكت ما بينكم. فهو كمان عنده احتياج للجواز واحتياج لحد زيك، فانتوا الاتنين رايحين لبعض بشعور احتياج ونقص، فاتجوزتوا شبه بعض. فحضرتك في الكورس بتاع كيف يفكر عقلك يغير عقلك الكون، كورس مهم جدا، هتفهم حاجات كتير جدا تغير حياتك وتشقلبها من أقصى اليسار لأقصى اليمين. وهتلاقي نفسك بتجذب لنفسك الحاجات اللي شبه طريقة تفكيرك، طريقة مشاعرك، طريقة شعورك بالاستحقاق والتمكين. احجز معانا في كورس كيف يغير عقلك الكون، هيفرق معاك جدا. هتطبق فيه تقنيات كتير جدا هتستخدمها وتطبقها، هيفرق معاك في حياتك وهيسعدك وهيدخلك دايرة الاستحقاق الحقيقية. تحياتي نعم عبد الله، مستشار الصحة النفسية والتنمية الذاتية.